كان راجل بيدفع مصاريف علاج مراته، وفي يوم وهو بيخلص الإجراءات حصلت مفاجأة. لاحظ إن الممرضة بتصرف الدواء طول ما في ختم رسمي على إيصال الدفع، ومع تكاليف العلاج الغالية اللي كانت بتزيد كل شهر جات له فكرة جريئة جدا. طلب مجموعة أدوات أونلاين وفي البيت وبالسر عمل ختم مزيف. صحيح وضوحه كان مختلف سنة بسيطة عن الحقيقي، بس من غير تدقيق قوي كان مستحيل حد يلاحظ الفرق. تاني يوم الراجل ختم الإيصال بالختم المزيف ومشى ناحية مكتب الممرضة وهو متوتر جدا. لو اتكشف في اللحظة دي كان هيواجه عقاب شديد، بس لو نجح حياة مراته هتتنقذ. ورغم احتمال السجن قرر يخاطر، وفعلا الممرضة ما خدتش بالها من أي حاجة. مراته خدت العلاج بنجاح، وبالطريقة دي فضل مخليها تتعالج سنتين كاملين من غير ما يدفع ولا جنيه. لكن القلق جواه كان بيكبر يوم بعد يوم. وفي يوم من الأيام الشرطة راحت بيته. أول ما شافهم حس براحة بعد سنتين من القلق. من أول مرة عمل فيها كده كان عارف إنه هيتكشف عاجلا أو آجلا. طلع صندوق من البيت وسلمه للشرطة، ولما شافوا الدفتر اللي فيه تواريخ مفصلة وفواتير ما صدقوش. اللي عمله كان غير قانوني، بس نيته الوحيدة كانت إنه ينقذ مراته وما أذاش حد تاني. ومع كده من الناحية القانونية كان لازم يدفع ثمن كبير على اللي عمله. وقبل ما ياخدوه طلب يروح المستشفى، كان عايز يودع مراته الوداع الأخير. في الوقت ده حالتها الصحية كانت اتحسنت واحدة واحدة، لكن للأسف الراجل ما كانش هيقدر يفضل جنبها فترة طويلة.